الله يسعد كل أوقاتكم حبايب قلبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو لليوم. أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا كل واحد جديد فات على القناة. يا جماعة هالفيديو كمان مصور بالرمضان، وبصراحة بعدها كان في روتينات وأجواء العيد وهيك، لهيك ما نزلت لكم إياها. وطبخة على السريع، إن كلياتنا النسوان بس يكون في عنا تعزيلات يا جماعة، عم نحاول هيك نعمل أكلي على السريع ونخلص حالنا. بقى أنا كمان قبل هلا سويت معكم تخزين البندورة بالأطرميزات وموناهن بالبراد. بقى دورت هيك على أكلي على السريع طالعته وسويته، وابني كمان عم يصيح. لا تؤاخذوني يا جماعة، مرات ما يكون في مجال، ما يكون نايم عم مسجل الصوت. هون فتحت القطرميزات هني جاهزين. بعد اللي سويتهم بندورة لحالة، رجعت سويت وحدة مخلوطة كمان، يعني مع باذنجان أسود والفليفلة وهيك. شغلت الغاز وحطيت الطنجرة وحطيت الزيت عليها. صار لي كم يوم يا جماعة مو منزلة شي. بقى قلت خليني ننزل هالفيديو هلا وبعدها تنشوف. وانتو كمان تقدروا تخبروني بالتعليقات ايش الفيديو الجاي. في عندي كم فيديو، بس انتو اذا في عندكم شي معين او بتكون شي تصوير معين اكتبولي. حطيت الزيت وخليها، رح استناها لهيك تسخن وتحمى شوي. والأطرميزات جاهزين، رح فضيهم. والمطبخ نظيف، كل شي نظيف. هاي بنص رمضان تقريبا، 10 الأواخر من رمضان سويته. هون عندي حمي الزيت كتير، قلت خليني فتي القطرميزات. شوفوا هاي مو بس بندورة يا جماعة، هاي بندورة وفليفلة وباذنجان أسود غير اللي سويناهم مع بعض. بقى ضلوا قطرميزين، قلت خليني سويهم. دورت على أكلة هيك سريعة وسويتها. انتوا اكتبوا لي بالتعليقات ايش اليوم كان غداكم. وبدون حركة الأمهات ما بيمشي الحال. فضيت فيها شوية مي، الفلتر كمان كان فاضي، حطيت فيها شوية مي وحطيتها فوق القطرميز الثاني، ورجع حطيتها فوق الطنجرة. حطيت معزز النكهة كمان فيها، سويت جنبها برغل. يا عيني عن جد ريحتهم كتير كتير كانت طيبة يا جماعة. وأنا بس عم بفتح الصوت وعم سجل، ابني كمان عم يحكي يا جماعة، كل فكره عم بحكي معه عم يحكي. يلا عادي تونسوا معه انتو كمان. هالكم فيديو مجبورين نحمل بعضنا. بصراحة الجو كتير بارد، ما فيني أروح على المطبخ أسجل الصوت كمان، وما بيكونوا نايمين لما عم سجل الصوت كمان. هون قلت خليني أسوي البرغل كمان. حطيت معلقة السمنة فيها، وفضيت كاسة برغل فيها كمان. قليتهم شوي مع بعضهم، وبعدين حطيت معزز النكهة كمان، وبعدين ضفت المي فوقها. انتوا اكتبولي البرغل عم تسووها بالزيت ولا بالسمنة يا جماعة.
هون رجعت حركتهم كمان شوي، وقلت مشان أضيف المي فوقه. حطيت معزز النكهة كمان فيها. راح أقلبهم شوي وأضيف كاستين مي كمان فوقها. بيكون صارت الأكلة جاهزة، ما عاد بدها شي غير إنه تستوي. هاي أول كوب. عم تحكي معهم ابني، عم تحكي معهم. وهاي كوب التاني. هون شفت الطنجرة، هون حرقت ايدي كمان. عم بنسى حالي يا جماعة، عم شيل بالمساكات فيه، يعني امسك المساكات واشيل الاكل. انسى حالي، لهيك المرة عم بحرق ايدي كمان. هون شفتها وحركتها شوي، ونخيت الغاز تحتها شوي. والبرغل كمان وطيت غاز تحته، والبندورة كمان وطيت الغاز تحتها. وهون الأكلة صارت جاهزة عندي، وما عاد بدها غير إنه أسكب للولاد وياكلوا. وكمان رح أرجع أقولكم الفيديو مصور بالرمضان يا جماعة. لسه يعني الزينة عم يبين وكل شي فيها. انتو خبروني إذا زينتوا بيت بعد الرمضان إيمت عم تشيلوا الزينة. هالمرة بعد العيد كم يوم، تقريبا 5 أيام، وشلت الزينة يا جماعة. هون كل شي حوالي نظيف وما في شي، والأكلة على تكات وبتصير جاهزة. هون خلصت الأكلة، طفيتها، وشفت البرغل كمان صار جاهز، طفيتهم. عن جد يا جماعة، بس عم واحد يسوي برغل بالسمنة عن جد يطلع طعمته كتير طيبة. وأنا كل مرة أسويها بشكل بصراحة. هاي كانت على السريع مثل ما بيقولوا. هون أكلتين صاروا جاهزين، وطفيت تحتهم، وقلت خليني أطلع وأشوف الحوش وينهم الولاد. شفتهم إنه طالعين على الشارع بصراحة. بقى رحت فوتهم على الحوش كمان، كانوا قدام الباب عم يلعبوا. هون جناني عم تضحك على ابن جيراننا. عم تضحك عليه ومكيفة. بقى قلت لهم فوتوا لجوا مشان احط لكم الاكل وانتوا تاكلوا. وهون بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد أنا عم نزله. أهم شي يا جماعة تحطوا اللايكات على الفيديو وتحضروا الفيديو للأخير، وبخاطركم في أمان الله.